العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضاء الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء التي نستهلها كالمعتاد بالأهم والأبرز. إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان. اختتام فعاليات أسبوع القانون. توزيع جائزة تنفيذ للطلاب المتفوقين في إقليم القاشبركان. بريطانيا تدعو للوحدة في اجتماع مجموعة السبع. عشرات القتلى جراء إعصار بولاية كنتاكي الأمريكية. مقاتلة روسية ترافق طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود. أهلا بكم إلى التفاصيل. تم إحياء 10 من ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحضور كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ومسؤولي منظمات الأمم المتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي في إريتريا. وقال وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في الكلمة التي ألقاها في المناسبة أن وثيقة حقوق الإنسان هامة وأساسية لتطور القانون الدولي عامة وقانون حقوق الإنسان خاصة، ولتحقيق ذلك يتطلب الاحترام المتبادل والتضامن، وشدد أنه بالرغم من عدم وجود مساواة اقتصادية فإنه لا يتوجب إهمال أهداف صدور وثيقة حقوق الإنسان وجعلها أداة لفرض المصالح الجيوسياسية الضيقة وتدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأوضح في هذه المناسبة الهامة بأن مواصلة أمريكا العقوبات الأحادية غير المسؤولة على إريتريا تنتهك بشكل سافر مبادئ السياسة وحق تقرير المصير والخيار المستقل للدول الموضوع في ميثاق الأمم المتحدة، داعيا الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمواصلة الجهود لضمان خدمة أهداف ومبادئ الميثاق. وأشادت منسقة مكاتب الأمم المتحدة في إريتريا أماكوبي ساندي بالمشاركة النشطة لإريتريا في مجلس حقوق الإنسان، وقالت أن من المشرف قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتقييم العالمي عبر مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى إجراء تقييم منتظم لأوضاع حقوق الإنسان في كل دولة بموجب المعاهدة التي وقعتها، ويحد ذلك من القرارات الأحادية التي يمكن اتخاذها. وذكرت بموجب ذلك أن الآراء المقدمة إلى حكومة إريتريا منذ عام 2009 بشأن حقوق الإنسان وجدت القبول معظمها، وقد أظهرت إريتريا مبادرات تشكر فيها الحقوق الجماعية والرعاية الاجتماعية، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة لمزيد من الشراكة والحوار. وقدمت في المناسبة كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر الاتصال المرئي. واختتمت اليوم السبت 11 من ديسمبر في قاعة الإقليم الأوسط أسبوع القانون الذي نظمته وزارة العدل تحت شعار القانون لبناء الوطن منذ 6 من ديسمبر. واشتمل أسبوع القانون على سيمينارات وورش عمل حول إريتريا والقانون الدولي وإعلان القوانين الأساسية ووضع القوانين وعملية وضع وتجميع وتنسيق القوانين وبرامج التثقيف القانوني وعملية تنفيذ القوانين الأساسية والتقنية والخدمات العدلية. كما تضمن أسبوع القانون برامج تنوير في القانون موجهة للإريتريين في المهجر والمساعدة القانونية التي تقدم مجانا في الأقاليم الست في البلاد، وتوعية الطلاب بالقانون وعرض للصور والأدوات ومناشط رياضية ومسابقات معلومات وبرامج تشجير. وقد نظم أسبوع القانون بهدف الحصول على آراء الشعب عن القوانين الصادرة في 30 سنة الماضية المبنية على قيم وتاريخ وهوية الشعب الإريتري. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة عن الفحوصات التي أجريت اليوم السبت في مراكز العزل والفحص بالإقليمين الأوسط وعنسبة أظهرت إصابة 13 مواطنا بكوفيد-19.
وظهرت 8 من الإصابات في الإقليم الأوسط، و4 في مراكز العزل، و4 في مراكز الفحص، وهم من مناطق أخرية وباشاول معسكر دندن وترافولو، و5 إصابات في مراكز الفحص في إقليم عنسبة، 2 منها في حقات، و1 في كل من علاب بعيد وعتك ليزان. في غضون ذلك شفي 35 مريضا كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات، 19 من الإقليم الجنوبي و7 من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد حتى الآن 7629، شفي منهم 7404 وتوفي 63 مريضا، فيما لا يزال 162 من المرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 11 من ديسمبر 2021. قدم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القاش بركة جائزة تنفيذية ل 81 طالبا، بينهم 27 طالب حققوا نتائج عالية في امتحانات الشهادة المتوسطة على مستوى الإقليم. وأوضح مسؤول متابعة الفرع في فرع الاتحاد في الإقليم السيد سليمان يوسف في المناسبة التي جرت في مدينة تسنيف في 7 من ديسمبر أن الجائزة توقفت لعامين بسبب وباء كورونا، وأن منح الجائزة شمل المتفوقين في العام الدراسي 2019-2021، مشيرا إلى أن حوالي 32% من الطلاب المتفوقين هم من مديرية تسنيف. وقال مدير مديرية تسنيف السيد سيوم قبرياسوس أن الجائزة مشجعة لمزيد من التفوق، داعيا تعاون كافة قطاعات المجتمع لرفع عدد الطلاب المتفوقين. وتقدم جائزة تنفيذ للمرة الثامنة في إقليم القاش بركة. من ناحية أخرى، عقد فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية تسنيم مؤتمره يوم 7 من ديسمبر، وانتخب هيئة إدارية جديدة لتنظيم الشباب العمال. وأوضح رئيس التنظيم السيد مريح حيلاب في التقرير الذي قدمه تنفيذ أعمال المرضية في السنتين الماضيتين لرفع الوعي وتعزيز مشاركة الشباب في البرامج الوطنية. من جانبه أوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد ملس قبراي الأهمية الكبرى لدور تنظيم شبابي قوي لإنجاح برامج التصدي، وشكر عمل الهيئة الإدارية المنتهية مهامها، متمنيا التوفيق للهيئة الإدارية الجديدة. هذا وأكد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية تسنية السيد عبد الحميد إسماعيل أن البرامج التي نفذها فرع الشباب العمال تعكس قوة التنظيم، داعيا لمواصلة الجهد من أجل تحقيق نتائج أفضل. دعت شرطة مديرية غردة الطلاب للمساهمة الواعية في جهود مكافحة الجرائم والمخالفات. ودعت الشرطة لدى لقائها طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية الطلاب لاتباع التوجيهات والتعليمات الإرشادية المقدمة والتعاون لكشف المجرمين. وشرح قائد شرطة غردة النقيب هبت ولداب ومحقق حوادث المرور السيد ولد ميكائيل عقبة قرقيس الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الطلاب والشباب، ويجب اتخاذ الحيطة المسبقة من الطلاب. وذكر الطلاب أن التنوير القانوني ينمي الوعي ويبين المبادرات التي يتوجب اتخاذها. وفاد الاجتماع تسجيل أكثر من 200 جريمة ومخالفات و36 حادث مروري تسبب في أضرار جسدية في الأشهر 9 الماضية في مديرية غردة. أفاد مسؤول الخدمات الصحية في مديرية صنعاء السيد تكي كحساي أن مبادرات قرى المديرية لإصحاح بيئاتها تعكس الوعي المتنامي. جاء ذلك في مناسبة تدشين إصحاح بيئة 15 قرية في مديرية صنعاء. من جانبها أوضحت مسؤولة الصحة العامة في مديرية صنعاء الآنسة أملست محري أن النظافة الشخصية والبيئية أساس المجتمع الصحي. وذكر مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي الشكر أن نتائج مرضية تتحقق من جهود تنفيذ البرنامج في جميع القرى. وقد قامت 96 قرية من جملة 118 قرية في مديرية صنعاء بإصحاح بيئاتها، أي ما يعادل 81%، وتعمل القرى المتبقية لإصحاح بيئاتها.
استشهد يوم 9 من ديسمبر المناضل العقيد سليمان حامد سليمان عن عمر ناهز 70 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل سليمان حامد في صفوف قوات التحرير الشعبية في عام 1976، وخدم قبل الاستقلال في القوات المقاتلة حتى مستوى قائد كتيبة، وبعد الاستقلال عمل بداية كقائد لواء حتى عام 1993، وبعد ذلك قاضيا في المحكمة الخاصة من عام 1997 وحتى عام 2012. المناضل العقيد سليمان حامد سليمان رب أسرة وأب ل8 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء في أسمر عصر أمس 10 من ديسمبر. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل العقيد سليمان حامد، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. سيداتي سادتي، إلى فاصل ما ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. اجتمع كبار الدبلوماسي مجموعة الدول ال7 الصناعية بمدينة ليفربول لحضور اجتماع وصفته بريطانيا البلد المضيف أنه استعراض للوحدة ضد المعتدين العالميين. وتسعى المملكة المتحدة للحصول على إجماع بعيد المنال من نادي الدول الغنية ردا على التوترات مع الصين وإيران وما تصفه بسلوك خبيث من جانب روسيا تجاه أوكرانيا. واستقبلت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظرائه في مجموعة ال7 في بداية المحادثات التي استمرت يومين. وقالت تروس عند افتتاح الاجتماع بحضور وزراء خارجية المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان: نحتاج للدفاع عن أنفسنا بقوة ضد التهديدات المتزايدة من الجهات المعادية والوقوف في وجه المعتدين. وقالت الحكومة البريطانية أن تروس وبلينكن التقيا وعرضا عن قلقهما العميق بشأن حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية. أعلنت ولاية كنتاكي أن 50 شخصا لقوا مصرعهم بعد اجتياح عاصفة مدمرة الولاية وغيرها من الولايات الأمريكية، فيما أعلن حاكمها عن فرض حالة الطوارئ على أراضيها. ولحقت أضرارا بالعديد من مقاطعات كنتاكي من جراء الإعصار الأقوى على الإطلاق والرياح المرافقة له، والتي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر وفق الحاكم أندي بيتشر. وفي نفس الليلة اجتاحت عاصفة مستودعا كبيرا لشركة أمازون في ولاية إيلوني كان بداخله قرابة 100 موظف وفق وسائل إعلام محلية. وأصدرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة، فيما تناثرت قضبان الحديد الملتوية والأشجار المقتلعة وحجارة في الشوارع تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة. وجاء الإعصار فيما عثت عواصف خرابا في ولايات أمريكية عدة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز سو 30 تابعة لقواتها رافقت طائرة استطلاع أمريكية فوق المياه الدولية للبحر الأسود. وذكر البيان أن طاقم المقاتلة الروسية حدد أن الهدف الجوي هو طائرة استطلاع من نوع بي 8A للقوات الجوية الأمريكية، مشيرا إلى أن المقاتلة الروسية رافقتها فوق مياه البحر الأسود. جدير بالذكر أن الجيش الفرنسي كان قد أعلن سابقا أن مقاتلتين روسيتين تتبعتا طائرتين حربيتين فرنسيتين وطائرة صهريج لتزويد الطائرات بالوقود في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود في ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع. في خطوة غير مسبوقة على المستوى الدولي تهدف إلى تجنيب المجتمع أضرار السجائر بأنواعها، تتجه نيوزيلندا إلى منع شبابها من التدخين بشكل نهائي في المستقبل القريب. وبموجب قانون يتوقع أن يفعل العام المقبل،
فإن كافة الأشخاص الذين ولدوا بعد عام 2008 لن يسمح لهم بشراء أي سيجارة طيلة حياتهم. وقالت وزيرة الصحة النيوزيلندية عائشة فيرال: نريد أن نتأكد من أن الشباب لن يبدأوا التدخين على الإطلاق. وحظيت الخطة بترحيب واسع في الوسط الطبي، لأن الأمر يتعلق بسابقة على المستوى الدولي من أجل تطويق عادة التدخين. ولجأ سلطات نيوزيلندا إلى هذه الخطوة لأن السياسات الأخرى التي تسعى إلى مكافحة التدخين تستغرق وقتا طويلا في حين تؤدي إلى نتائج محدودة للغاية وفق الحكومة النيوزيلندية. في الختام إليكم تذكير بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان. اختتام فعاليات أسبوع القانون. تقديم جائزة تنفيذ للطلاب المتفوقين في إقليم الغاشبرغ. بريطانيا تدعو للوحدة في اجتماع مجموعة السبع. عشرات القتلى جراء عصابة بولاية كنتاكي الأمريكية. مقاتلة روسية ترافق طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود. دمتم في أمان الله وحفظه.